تلاقي اتنين اصحاب او قرايب وروحهم في بعض، يختلفوا مع بعض في الرأي حوالين اي موضوع. تلاقي بقى ان النقاش بدأ يحتد والصوت يعلى، يغلطوا في بعض ويجرحوا في بعض، وبعدين ممكن توصل ان يذلوا بعض. انتي نسيتي انا عملت عشانك ايه؟ ده انا لولايا ايه؟ ده انا الوحيده اللي وقفت جنبك لما الكل اتخلى عنك، ده انا الوحيده اللي صدقتك. وبعدين يقوموا انا مش عايزه اعرفك تاني، امسحي رقمي. وبعد كده يبتدوا يلقحوا على بعض على الفيسبوك ويعملوا لبعض في الاخر بلوك. ليه يا جماعه كل ده؟ ليه ما عندناش حاجه اسمها ثقافه الاختلاف؟ مش مشكله ان انا وانتي يكون راينا مختلف، طالما ان رايك مش بيجي عليا في حاجه، مش بيأذيني، مش بيجبرني على حاجه ولا بيحجر عليا. انتي حره، اعملي اللي انتي عايزاه، فكري بالطريقه اللي انتي عايزاها، خدي قراراتك بالطريقه اللي انتي عايزاها، طالما ان رايك دوت مش بيضايق او بيأذي حد تاني. يا جماعه لازم نتعلم ثقافه الاختلاف، ثقافه نحترم الراي الاخر حتى لو مضاد لرأيي.